السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي بيكسب أو بيفوز على الهلال السوداني 1-0 امبارح في استاد القاهرة في مباراة ضعيفة جدا جدا فنيا، وبتتقلص آماله بشدة في الصعود للدور قبل النهائي. ومش هتبقى دي أول بطولة يخرج منها النادي الأهلي السنة دي. النادي الأهلي السنة دي خسر بطولتين لحد دلوقتي، البطولة الأولى كأس السوبر الأفريقي من الزمالك في أول الموسم، والبطولة الثانية الانتر كونتيننتال من باتشوكا. وامبارح كسبنا 1-0 بهدف محمد هاني وعندنا ماتش يوم العاده يوم الثلاث الجاي في موريتانيا باذن الله رب العالمين بس احنا مش هنصعد للاسف الشديد، مش هنكمل لان لاسباب كتيره. اولا الهلال مش الهلال اقوى بكتير. ثانيا الاهلي وحش قوي. ثالثا كولر ما جاش. كولر السنه دي غير كولر كل السنين اللي فاتت، واسباب كتير اسباب كتير اسباب كتير. يوم 11 مارس حصل الكارثه قبلها او لا قبلها بثلاث ايام حصل الكارثه من رابطه الانديه اللي اعلنت ان عدم خصم الثلاث نقط من النادي الاهلي في نهايه الموسم كما كان متوقعا وكما كان معروفا طبقا للائحه اللي هم حاطينها. قبلها يوم 11 مارس في رمضان، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، ربنا يبلغنا رمضان جميعا ان شاء الله. يوم 11 مارس النادي الاهلي اعلن الانسحاب من مباراه الزمالك وعدم الذهاب لاستاد القاهره والذهاب لاهل مدينه نصر، وكلنا تابعنا الاحداث وكلنا شفنا الاحداث. قبلها الاهلي خرج من باتشوكا في الانتر كونتيننتال، وقبلها الاهلي خسر من الزمالك في كاس السوبر افريقي. وما بين الحدثين الاهلي كسب العين الاماراتي وكسب الزمالك المصري في كاس السوبر المصري. موسم صفري للاسف الشديد. الاهلي توقعاتي الشخصيه، عشان هتكلم بس في موضوع بسيط كده وبعد كده نقفل بيه الكلام. توقعاتي الشخصيه الاهلي يطلع السنه دي صفر. طبعا كل الناس يا عيني عايشه حياتها ومستنيه حلم اللي احنا نلعب في كاس العالم، وهنتفرج بقى كلنا الساعه 1 بالليل، وهنبدا الساعه 1 بالليل يوم اول يوم، وبعد كده مش عارف هنلعب ميسي الساعه 2 بالليل ثالث يوم، والكلام العبقري العظيم اللي احنا كلنا مستنيينه. مع العلم وكلنا لازم نكون عارفين ان الثلاث مباريات، وانا مش متشائم والله، انا بقول لك واقع، الثلاث مباريات احنا هنخرج منهم صفر بدون نقطه واحده. الثلاث ماتشات هنخرج منهم مهزومين، ده اولا. ثانيا مفيش دوري وكلنا عارفين خلاص الدوري رايح لمين. ثالثا احنا منسحبين من كاس مصر. رابعا طبعا كاس العاصمه ده يعني مفيش كلام عليه. يبقى انت موسم كامل بكل السكواد اللي انت عمال تجيبه والملايين اللي انت عمال تدفعها وترميها في الارض دي، وتجيب امام وتجيب زيزو وتجيب احمد مش عارف مين وتجيب عطيه الله وما تجيبش عطيه الله وتجيب مش عارف ايه. كل الكلام اللي احنا عاملين نعمله ده على موسم صفري. وتريزيجيه ومحمد عبد المنعم وهنرجع حمدي فتحي، كل ده كل الليله دي على موسم صفري. موسم من اسوأ مواسم النادي الاهلي، مش بس فنيا، اداريا كمان. كابتن الخطيب تقريبا كده ادى كل الصلاحيات لمحمد رمضان اللي مش فاهم حاجه في الكوره، مش عارف. الدنيا صعبه عليه يا جماعه، اصل هي مش بالعافيه مش بالعند، هي مش بالعافيه ومش بالعند. الكابتن محمد رمضان مع حفظ الالقاب للجميع، الدنيا صعبه عليه، بعيد جدا عن الكوره، بعيد جدا عن الاحداث الرياضيه، بعيد جدا عن الشارع الرياضي، بعيد عن المجال الرياضي بقاله فتره كبيره، جاي مش عارف يديرها، مش عارف يمشيها. والكابتن الخطيب اخطا خطا عمره، اللي هو ساب له كل الصلاحيات في التصرف في الكوره. ده خطا العمر. كامل احترامي الكابتن الخطيب، ربنا يشفيه يا رب يا رب ان شاء الله، ربنا يشفيه، تعبان. تنحى بقى، انت كده كده اخر سنه ليكوا كمجلس، والمفروض اللي فيه مجلس جاي، المفروض اللي فيه مجلس جاي في نهايه السنه مختلف تماما عن اللي احنا شايفينه. ليكوا انجازات، ليكوا انجازات، بس السنه دي اللي بيحصل ده مش طبيعي. ان انت تكون معاك السكواد ده ومعاك اللعيبه الجامده جدا دي في كل المراكز، كل المراكز فيها لعيبه كويسه، لعيبه تقيله يعني مش كويسه بس، وتطلع صفر اليدين، يبقى في حاجه غلط، يبقى في حاجه مش مظبوطه. ونيجي نتكلم وتيجي تزعق وتيجي تنتقد، الناس تزعل منك. كل ده كوم. يوم 11 مارس الاسود يوم تاني وكوم تاني، لانك عملت في جمهور الاهلي، سبت وصمة عار لجمهور النادي الاهلي بالانسحاب من قدام الزمالك. مش بس كده، لا ده انت هددت بالانسحاب بالدوري اللي انت مش تقدر تعمله. مش بس كده، لا ده رابطة الاندية كمان بتتحايل عليك دلوقتي او تتحايل معاك دلوقتي، بيلعبوا صالحك. اللي هم قالوا لك ايه؟ بص انت هترجع تلعب الدوري، كمل الدوري عادي جدا مفيش مشكله، المسرحيه التمثيليه الجميله اللي انتوا عاملينها دي، واحنا مش هنشيل منك الثلاث نقط في اخر الموسم. فانا لما حصل الموضوع ده يوم الوقفه من 3 4 ايام فاتوا يعني، جبت لائحه النظام الاساسي للاتحاد لرابطه الانديه 2004 2005، وقريتها بند بند، ولقيت في البند رقم 17 نقطه مكتوبه واضحه وضوح الشمس، الاعمى يشوفها. يقول لك ايه؟ يقول لك في حاله انسحاب الفريق واستكماله للدوري هيتخصم منه نقط الماتش ويعتبر هو مهزوما 3-0، وده اللي حاصل. وكمان بالاضافه للثلاث نقط في نهايه الموسم. فانت منين جاي النهارده تقول لي يا رابطه الانديه ان النادي الاهلي مش هتخصم منه فلوس، مش هتخصم منه
مش هيتخصم منه فلوس، قال مش هيتخصم منه نقط في نهايه الدوري. بتاع ايه يعني؟ يعني بتاع ايه يا جماعه؟ بطلوا بقى الشغل الحلنجيه ده، الله يبارك لكم، الله يبارك لكم. عايزين نظام نظيف، عايزين منظومه نظيفه. انا مش عايز حد مش عايز حد يطبل لي، ولا حد يكوس لي، ولا حد اي حد من يعني اي حاجه من الحاجات اللي انتوا عارفين معانيها دي. انا عايز اخد حقي بس، ده اللي انا عايزه. النادي الاهلي كان عنده حق ان هو يلعب بحكام اجانب، الاجابه اه. طب النادي الاهلي كان عنده حق الانسحاب؟ لا. طب النادي الاهلي ما يتخصمش منه 6 نقط؟ لا، يتخصم منه 6 نقط. ده لو عايزين الحق يعني، لو عايزين على نظافه. اذا توقعاتي المتواضعه في الشان ده ان النادي الاهلي للاسف الشديد السنه دي هيطلع صفر اليدين. وهنتكلم ان شاء الله في الفيديو الجاي عن احداث مباراه الهلال اللي هي اللي جايه تتلعب يوم الثلاث في موريتانيا، اللي توقعاتي الشخصيه اللي احنا بره منها للاسف الشديد السنه دي. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.